الاهلي لا يرحم، كابوس اسيا وافريقيا. النهارده الاهلي بيفوز على النادي العين وبيوصل لنص نهائي كاس الانتر كونتيننتال. الاهلي البطل التاريخي، والتاريخ يليق بالنادي الاهلي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. والنهارده كانت مباراه الدور ربع النهائي بين الاهلي والعين الاماراتي، واللي كان هيفوز هيتاهل لنص النهائي لبطوله الانتر كونتيننتال. النهارده النادي الاهلي لعب مباراه كبيره جدا جدا، تليق بالنادي الاهلي وتليق بكبير افريقيا وكبير اسيا. يعني قدر يسيطر على مباراه العين من اولها لاخرها، وكسب العين مع الرأفة 3-0. طبعا اغلب الناس تقول لك ده العين فريق ضعيف والكلام ده، واخر مبارياته كان مستواه سيء. ده فعلا حقيقي. العين في اخر مبارياته مستواه مش قد كده، وخسران لسه من الهلال 5-4 في بطولة أبطال آسيا. وكمان آخر مباراة في الدوري متعادل فيها، يعني نتائجه لحد ما سيئة. أو بدايته مش قوية السنة دي زي السنة اللي فاتت اللي سيطر فيها على بطولة آسيا. لكن النادي العين مش ضعيف، ولكن النادي الاهلي هو اللي قوي، واثبت سيطرته على المباراه من بدايتها لنهايتها. شخصيه كبير افريقيا النهارده النادي الاهلي امام فريق العين كانت واضحه من بدايه المباراه، وسحر النادي الاهلي اللي نشره في انحاء الملعب وسيطر على المباراه من بدايتها لنهايتها. وكان ترجمة ده في الشوط الأول أو في أول نص ساعة الهدف اللي أحرزه وسام أبو علي من تحرك ممتاز داخل منطقة الجزاء، وقدر يستغل كورة راجعة من أحد لاعبي الدفاع ويحط الكورة في المرمى. وانتهى الشوط الأول زي ما شفنا 1-0. ولكن نادي العين النهارده الناس كتير بتقول ده فريق ضعيف جدا. لا، النادي العين النهارده يمكن مش متعود يلعب في الوسط الجماهيري الكبير قوي ده. 60 70 الف متفرج كانوا مالين استاد القاهره النهارده، لجانب الحافز المعنوي الكبير اللي كان عند لاعبي النادي الاهلي النهارده، واصرارهم من بدايه المباراه انهم يحققوا الفوز ويتاهلوا لنص النهائي. فكل ده اثر على اداء لاعبي العين، نظرا كمان للتخطيط الدفاعي والتكتيكي اللي كان بيلعب بيه النادي الاهلي النهارده، اللي قدر يسيطر بيه على كل مجريات المباراه ومنع فريق العين انه يبتدي اي هجمه منظمه حتى من قدام المرمى بتاعه. النادي الاهلي وبعد بدايه سيئه وخسارته للسوبر الافريقي امام نادي الزمالك، نفس اللي حصل السنة اللي فاتت وخسر امام اتحاد العاصمة في السوبر الافريقي كمان. قدر بعدها النادي الاهلي يسيطر على البطولات كلها السنة اللي فاتت. نفس البداية حصلت السنة دي، خسر السوبر الافريقي من الزمالك، ولكن بعدها قدر النادي الاهلي يفوز بالسوبر المصري وعلى برضه نادي الزمالك وبنفس الطريقة بضربات الجزاء. مباراة العين النهاردة دي يعتبر كانت البداية الحقيقية، وان شاء الله هنشوف النادي الاهلي مختلف اختلاف كبير السنه دي مع بدايه انطلاق الدوري اللي هتبتدي بكره ان شاء الله. في ثلاث لعيبه عاوز اتكلم عليهم النهارده في الماتش، اللي هم الشناوي ورامي ربيعه وامام عاشور. بدايه مع الشناوي ما شاء الله تحس ان نخله واقفه في الجون ما شاء الله، ولكنه سيء جدا جدا في الكرات العرضيه، واي كره عرضيه بتمثل خطوره كبيره على النادي الاهلي وربنا بيسترها ويقدر الدفاع يشتتها، او المهاجم يعني ما يقدرش يسيطر على الكوره او بيلعبها بره المرمى. لكن واقف تحت الثلاث خشبات، الشناوي بيقف تحت الثلاث خشبات ما بيتحركش في كرات عرضيه خالص. كوره بتعدي من قدامه من الست ياردة ولا كانه من هنا من بنها. يعني اتمنى الشناوي يقدر يتدرج النقطه دي او استبداله يكون افضل. اللاعب التاني امام عاشور. امام عاشور عمل موسم جميل جدا وارقام تاريخيه جدا مع النادي الاهلي السيزون اللي فات. لكن بدايه من السيزون ده لحد ماتش النهارده امام عاشور ما عملش حاجه. واللي بيقول لك امام عاشور رجع النهارده في الماتش ده راجل يعني متفائل، او يعني بيحب امام عاشور زياده عن اللازم. لكن امام عاشور منذ بدايه الموسم اللي احنا فيه ده ما ظهرش خالص، لا في مباريات جورماهيا الماتشين بتوع جورماهيا، ولا في السوبر الافريقي، ولا في مباريات السوبر المصري. امام عاشور عاوز الكره من على ال 18، اي كره جايه على 18 يصوتها، حتى لو زميله في موقع افضل منه يقدر يجيب الكوره. واحيانا الكوره بتكون جايه لامام عاشور مش في وضع يسمح ليه بالشوط السليم على المرمى، وبرضه بيشوط. رخر بنشوف كل الشوط بتاعته بتطلع بعيد عن المرمى كتير جدا، وعملها النهارده برضه كوره راجعه من الدفاع في الشوط الثاني وصاروخ بره في المدرجات. معرفش لقوا الكوره ولا ما لقوهاش.
يعني ربنا كرمه ورزقه بالكرة اللي جابها جون النهارده. انا مش عارف هو مستعجل ليه. الكرة جايه لك مش مظبوطه ما تشوطهاش، ومش لازم كل كرة على ال 18 تشوطها. على فكرة انا قلت نفس الجمل دي لما كان امام عاشور بيلعب في نادي الزمالك، ان هو مجرد ما بيوصل ال 18 ما بيشوفش اي لاعب قدامه في الملعب. حتى لو هيضيع الكورة وزميله يقدر يجيب الكورة 100% وهو فرصته 30% او 20%، برضه هيشوط الكورة على الجون. فدي نقطة غريبة جدا في إمام عاشور، لحد النهاردة مش قادر يتداركها. ثانيا اللعب الاستعراضي، أول الكرة ما بتيجي لإمام عاشور أول حاجة عاوز يعمل غمزة، عاوز يعمل ترقيصة، عاوز يعمل سيطرة على الكورة كبيرة. ما بيجيش في دماغه الباص الأولاني ده خالص ويفتح لنفسه الملعب والكلام ده، لا لازم أول كرة تجيله لمسة يعمل بيها لمسة مهرية. عشان كده بيقع كتير وما بيأديش الأداء المطلوب منه في الفترة الأخيرة، وده اللي مش مشوه إمام عاشور أو أداؤه في الفترة الأخيرة جدا جدا مع النادي الأهلي. تلاتة، اللاعب رقم تلاتة اللي هو رامي ربيعة. رامي ربيعة السنة من السنة اللي فاتت النهاردة وهو صخر الدفاع النادي الأهلي، وهو اللي كان شايل دفاع النادي الأهلي من السنة اللي فاتت لحد النهاردة، مش محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كان له أخطاء كتير جدا جدا السنة الماضية، وكان رامي ربيعة هو اللي بيغطي عليه. ده ما بننكرش ان محمد ان عبد المنعم افضل مدافع في مصر، لكن بالتساوي مع رامي ربيعه. رامي ربيعه افضل مدافع فيك يا مصر من السنه اللي فاتت، وهو اللي شايل دفاع النادي الاهلي والمنتخب على كتافه. تحيه كبيره لرامي ربيعه اللي قدر يستعيد مستواه في السن ده، عنده 32 سنه وداخل على 33 سنه، وشايل منتخب مصر والنادي الاهلي على كتافه. الدوري المصري بقى هيبتدي بكره، والعك الكروي بتاعنا هيبتدي. يا رب نتمنى نشوف موسم جديد، تصوير جديد، تحكيم جديد، كل شيء جديد في الكرة المصرية. المخطئ يتعاقب، واللي معاه الحق ندعمه. نتمنى اللوائح والقوانين تسري على الجميع، على الكبير وعلى الصغير دون استثناء، ونشوف موسم كروي جديد. بكده نكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة قريبة إن شاء الله. الكورة مع ميجا.